السلام عليكم ميناسان كونيتشوا. مرحبا بكم في قناة حياتي في اليابان. فيديو النهاردة هو روتين يومي، وهعمل فيه العيش او الخبز بطريقة سهلة وناجحة ان شاء الله. وهعمل كمان كفتة الهمبرجر. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، اتمنى يعجبكم. الجو هنا في اليابان برد جدا، خاصة اول ما دخلنا في شهر ديسمبر درجة الحرارة نزلت كتير قوي. رحنا نشوف حاجة نزرعها، لكن الموسم الوقت مفهوش الا حاجة بسيطة قوي ومش مفضلة ليا. ローズっぽく見えるね。これそうそうそう。かわいいね。こっちもなんかすごいちっちゃいミニチュアなこれ一緒バラだけどちっちゃいね。レモンあ、これ多分あれレモンここにレモンこれこれレモンって書いてある。おおレモンはね。すごいね。黄色にならないのかな。それまだ早いのかな。こっちもだってちょっとなってるもんね。هجهز الوقت للعيش: كوباية مية، معلقة كبيرة زيت، معلقة صغيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة فورية، وهقلبهم مع بعض. هضيف كوبايتين دقيق بالتدريج وعليهم رشة ملح. هخلطهم مع بعض واقلب. وبعدين هعجن لحد ما توصل معايا العجينة متماسكة. لو احتاجتم تضيفوا دقيق عشان تتماسك اكتر، فعشان كده ابقوا خلوا فيه دقيق احتياطي، لان الدقيق بيختلف نوعه وبيختلف كمان من مكان للتاني. رشيت شوية دقيق وحطيت العجينة وعجنتها حوالي مثلا دقيقتين 3، مش كتير يعني. وبعدين هغطيها ببلاستيك راب او قطعة قماش وهشيلها عشان تخمر. الافضل انها تكون في مكان دافي شوية، يعني مش سخن، بس يكون مثلا المكان ده مش بارد، وبشيلها لمدة ساعة تخمر. هجهز دلوقتي كفتة البرجر. دي كيلو الا ربع لحمة ضاني وفيها دهون. انا ما عنديش هنا لحمة مفرومة، فعشان كده هقطع اللحمة وهفرمها في المعالج الطعام اللي الفود بروسيسور. اللحمة اتفرمت قوي وشكلها مختلف طبعا عن اللحمة المفرومة اللي بنشتريها من بره، والدهون فيها تقريبا هي كتيرة شوية يعني كده، او ممكن عشان مثلا اتفرمت قوي فالدهون عملت بزيادة. اشتريت الآلة دي من دايسو ب4 دولار تقريبا، وفيها سلايسر جريتر واللي هو 4 انواع يعني، فهجربه النهاردة. هو ده شكله من جوه، والاربع اشكال اللي موجودين عليها من بره. هستخدم الجهة دي واجرب ان افرم البصل فرم ناعم، وهشوف كده النتيجة ايه. هي دي النتيجة، هي الصراحة افضل مما توقعت، طلع البصل ناعم جدا. هصفيه من المية كويس وهضيفه على اللحمة. تلات فصوص توم وافرمهم او اهرسهم واضيفهم على اللحمة. هضيف التوابل: ملح وفلفل، كمون، كزبرة ناشفة، وضفت بقدونس جاف بدل البقدونس الاخضر لان زوجي مش بياكله، فاستخدمت البديل اللي هو البقدونس الجاف، يعني بيدي طعم شوية وبيكون اخف من الاخضر.
هقلبهم كويس مع بعض. هغلف اللحمة او اغطيها واشيلها في التلاجة مثلا نص ساعة او ساعة. دي العجينة بعد مرور ساعة خمرت وارتفعت، هطلع منها الهواء. هرش شوية دقيق واحط العجينة. هقطع العجينة 8 قطع او ممكن اكتر مثلا. هعمل كل قطعة كورة مدورة. وبعد ما اخلصهم هرصهم على جنب واغطيهم عشان مش ينشفوا معايا. هاخد كل كورة وهفردها طبعا بالسمك اللي انتوا تفضلوه. انا عملتهم مش رفيعين يعني هم سماك شوية، فالنتيجة هتكون يعني مقربة شوية اللي هو البيتا بريد اللي بيعملوه سندوتشات، بيحطوا مثلا فيه الشاورما اي حاجة من السندوتشات التانية دي. لو عايزين زي العيش المصري رفيع يبقى تخلوا السمك اقل من كده وتفردوا العجينة اكتر. كل ما بخلص واحدة بحطها على جنب واغطيها عشان مش ان هما ينشفوا معايا. وبعمل كل الكمية بنفس الطريقة. هو مش اخدوا مني وقت قد كده. بعد ما خلصت الكمية او العدد كله بسيبهم يرتاح حوالي 10 دقايق. ممكن تسووهم في الفرن بدرجة حرارة عالية حوالي مثلا 6-8 دقايق حاجة زي كده، او تستخدموا الطاسة زي ما هستخدم دلوقتي. بسخن الطاسة واحط فيها العيش وعلى نار متوسطة لحد ما تظهر معايا فقاقيع. اقلبها للجهة التانية وعلي النار لحد ما العيش يرتفع او ينتفخ معايا، اقوم قلبها للجهة التانية يعني حوالي ثواني كده وخلاص. هي تسوية العيش في الطاسة مش بتاخد وقت خالص. العيش كله ما شاء الله انتفخ زي ما شفتوا بكده، والنتيجة كانت جميلة الحمد لله. هفرد العيش زي كده وهغطيه لحد ما يهدى شوية. دي خضروات بقطعها عشان ناكلها مع كفتة البرجر والعيش او ما احطها في سندوتشات. دي جذور اللوتس وبياكلوها هنا في اليابان. انا بحبها كسناكس مقلية. هجرب السلايسر وهشوف النتيجة هتكون ايه. دي النتيجة هي رفيعة قوي بس في متكسر منها كتير، ممكن عشان اللوتس اصلا هو ناشف قوي فاتكسر منه. بعد ما غسلت اللوتس حطيت عليه مية ومعلقة صغيرة من الملح. اعتقد شرايح البطاطس سميكة شوية او اسمك مما انا عايزاها. نفس الكلام غسلتها حطيت عليها مية ومعلقة صغيرة ملح. دلوقتي هجهز كفتة البرجر. هعملها كورة وبعدين ببططها. استخدمت كمية كبيرة شوية من اللحم في كل برجر. لما العجينة بتكون سميكة بتدي النتيجة اللي هو جوسي، يعني البرجر بيكون طري وجوسي يعني بيطلع زي عصير منه كده بعد التحمير. الاغلب بيحب النتيجة دي انها تكون جوسي، لكن ممكن تخلي العجينة سمكها ارق شوية من كده او ارفع والنتيجة هتكون انشف شوية من دي. وعامة الاتنين حلوين بس على حسب ما تحبوا.
النتيجة هتكون مختلفة شوية عن لو استخدمت لحمة مفرومة جاهزة. زي ما قلت ان دي ناعمة جدا وبتضيع الشكل اللي هو البرجر. ان شاء الله تطلع معاكم احلى من النتيجة دي. بعد ما خلصت العجينة كلها في طاسة بحط فيها البرجر وبسوي على الجهتين. هو مش محتاج زيت لان فيه دهون كتير اصلا.ねえねえ、見たここ。ねえねえ、これ、テレビも一緒になってるけど、この。マイク君これ何かわかる？ハンバーグ？イエス。カヨ君それわかる？これは、ナスの焼いたのかな？それチキンナゲット。これはわかんないんですよ。これですか？ママに聞いて。レンコン。レンコンチップスです。じゃあ今日初めてトライしてみますね。そう。これはなんだい？これ？これはマーリク君もエジプトで食べた大好きなやつだぞ。アイス？イエス。アイスやったか。やった。キャベツ？で、それレタスや。これトマトですね。イエス。キュウリですね。マーリ君大好きやな。いいね。たくさんでござるよ。これ、ウォーターじゃん。マイクにもね、チキンのケチャップやって、早く。ケチャップで食べたら美味しいよ。これ？よし。ビスミッラー。お前、メルちゃんの愛しだぜ。そのまま食べてみようか、まずね、これね。アイスチョコちょんちょん。おいしいな、これな。アイスちょんちょん。アイスちょんちょん？まあご飯だからね。ご飯の後にしようね。マイクこれどう？エジプトで食べたアイスと一緒？ちょっとね、これ、上の子が似てないけどね。色が？そう。そうかね。色はね、めっちゃね、灰色、白っぽいだよ。白っぽい感じだ。そうだこれはったね。白いな。ど美味しいね、アイス。う？美味しいね。これもうアイス似てるんじゃない？まあでもあれだね。もうちょっとこうさ、フラットにして、もっとティンで、もっと大きくしたらマンツーラのアイス。これどっちかっていうとさ、カイロのやつじゃない？違うよ、カリオの。ね違う？これキュウリでピ合タパンわせてみたいなやつ？食べたら美味しいよ。美味しいよ、どうぞ見。て、もうカンナオープンして。中にね。ね。そうやって食べるのこれ？これもカンナオープンしてほ、んとや。こっちをプッとして。じゃあそうやって食べてみようか。ほら見てみて、これオープン。でれーん。おー。じゃあ私も。ねえねえ、ママ見てこれ。料理。キュウリね。ラム。アイスキュウリ。
シュクラン。シュクランね、シュクランだよね。まあ、ハンバーガーは何のハンバーガーかわかる？ディリディリディリディリアンテハンバーガこれね、ラムだよ。ラム。こんな感じになりました。ー。これもじゃあ、ラムハンバーガー。バーグって言ったらここはレタス。ラムメルじゃないしバーガー。バーガでー。サンドイッチ。ママの作ったもの美味しいな。يا حبيبي スーパーヘルうんたえば。めっちゃ美味しいな。うん。いいね。マイクにもかけて、ケチ何を？ャップ。あケチャップ？はーい。なんか乗せる？これと同じや。あ、同じようにやればいい？いやちょっとじゃあやろうか。これでっかいやつ。ケチャップね。ケチャップ入れたらね、食べたら美味しいかな。はい。ガーリックバーガーの出来上がりや。気をつけてね。食べてみる。どうぞ。 اوه ما كاتشب جوا 美味しい。あ、もうないこれ。ケチャップがついちゃったよ。大丈夫だよ。全然ない。美味しいな。そうね。そういう時はスーパーヘルワー。これは。ブラボーブラボー。きゅうり美味しい美味しい。よかったチップスをね。乗せていただきます。どうぞ気をつけてね。どうかマーリック。おいしい。いいね。じゃあ次はレンコンチップスいきます。レンコンチップス1枚。うん。一番うまいの。カリカリ美味しい。スーパーグッド。マリコ君もどうぞ。おいい音。ど美味しいです。う？美味しいね。ママに美味しい。うわ、ええわ。美味しい。スーパーヘルワー。やったね。عايزة كده في الفيلم スーパーええわ。スーパーヘルワー。バナハビー美味しいですね。美味しいですね。あゆこんどうぞれ。美味しいないの？じゃあもう食べないのそれ。スーパーヘルワーか。てれーん。短い。どうこれ。この中何入っている？後で一緒に遊べますね。12月？はいはいどうぞあとこれね。これも9時。一緒の時計がない、これ。時計をマスターで、時計を読む。何時だ。名前シールありますね。これやりましょうね。でででででんてーんやったー、これ届いた。リンクはね、まだ届いてません。おーブラこれはマイクなんで。これは3時？今何時よ？ 7 時だ。長い針12。12で、短い針は7。うん6？やん4 4時時半4時半。もう7時だよね。長い針がやったده ايه ده 8時半だね。 ليمون برتقال はい、どうぞ。てれー。ねえねえ、何？だね。いいね。そうやって最後に。 وبكده ينتهي فيديو النهاردة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناة. هتلاقوا قناة أختي قناة رسمس أكتنج بتقدم فيديوهات كوميدية مضحكة. أتمنى تزوروا قناتها وتشجعوا بالاشتراك فيها. شكرا لكم. إن شاء الله فيديو جديد. إلى اللقاء. باي باي.